كلمة واحدة بس هتكون عائق عن انك انت تتطور. كلمة واحدة بس هتكون سبب في انك انت تفضل مكانك وتفضل فاشل. لو سألتك سؤال بسيط وقلت لك عارف ايه هي الكلمة اللي بتيجي في دماغك مجرد ما انت بتجيلك النتيجة وانت شايف نفسك مش عاجباك النتيجة، وبرضه ايه هي الكلمة اللي لما بتيجي عليك فترة الامتحانات وانت مراكم كل المنهج وراك بتقول كلمة واحدة بس، بدل ما يكون قدامك اكتر من فرصة انك تاخدها وانك تحسن من نفسك وتطور من ذاتك، والفرصة دي موجودة وسهلة جدا بس مستنية منك تاخد الخطوة. تعالوا مبدئيا كده بس نعرف ان انت لو في اي مرحلة او في اي حالة انت ممكن تعمل ايه بدل ما تقول الكلمة دي. المشكلة الأكبر والمصيبة العويصة اللي بتواجه أي طالب فترة الامتحانات والمنهج متراكم. بدل يا صديقي ما إنك أنت تقعد تكرر في هذه الكلمة، إنك أنت ببساطة تجيب أقصى ما عندك وأكتر جهد تقدر عليه أضعاف مضاعفة عشان تتدارك ما يمكن تداركه وتنقذ ما يمكن إنقاذه، وتستخدم الخطط اللي أنت هتعرفها في القناة دي عشان تعرف تذاكر صح. الموضوع باين إنه دعاية صح؟ طلعت النتيجة وخلصت الامتحانات والنتيجة مش عجباك، بدل ما تقعد تقول الكلمة دي انت ممكن ببساطة تشوف انت ممكن تعمل ايه اللي ممكن تتعلمه كمهارة كسكيل تقدر تعملها مونيتايزيشن، ان تقدر تطلع منها وظيفة او شغل من غير ما تحتاج الجامعة لو انت جامعتك مش عجباك او مش التخصص اللي انت كنت عاوزه. ففي 1000 حل انك انت تقدر تتجه له ايا كانت الحالة اللي مش عجباك. طيب المهم بقى وبعد الكلام ده كله احنا عاوزين نعرف ايه هي الكلمة المستفزة دي اللي بتخليني دايما احط قدامي حواجز وعوائق عن ان انا اخد الخطوة وانتهز الفرصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني، يا ريتني كنت عملت. هي الكلمة دي ببساطة اللي هتخليك دايما قاعد في مكانك ما بتعملش اي حاجة ما بتتطورش. الكلمة اللي فعلا لو انت فضلت تستسلم لها هتكون سبب فشلك، وهي اصلا قلتك للكلمة دي دليل على فشلك، انك انت فشلت في مرحلة معينة. ولكن هل معنى انك انت فشلت في مرحلة معينة الحياة وقفت؟ لا، انت كل عليك انك تاخد الخطوة وتحسن من نفسك وما تقولش يا ريتني وبس كده. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو وعرفنا ايه هي الكلمة اللي فعلا لو قلتها هفضل زي ما انا وهفضل فاشل في مكاني ومش هتطور، ولو حاولت استبدل الكلمة دي بفرص حقيقية وانتهاز للفرص اللي انا عاوزها هقدر اتطور واتحسن وما اقعش في نفس الحالة دي مرة تانية. ولو عجبك الفيديو متنساش بقى تدعمني باللايك الذهبي منك يا صديقي العزيز، احنا بقينا خلاص قرايب واصحاب. ولو انت بقى معانا في قافلة الطلاب المزنوقين فانزل اشترك في القناة لان احنا هنشوف محتوى كتير وفيديوهات هتساعدنا ان احنا نفتكر من خنقة الطالب المزنوق. سلام.